السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على أحلى متابعين في الدنيا، يا رب تكونوا بخير. تعالوا النهارده أقول لكم بقى طريقتي في تعصيج اللحمة. ربع ساعة إن شاء الله بتكوني خلصتِ، ما بتاخدش معاكِ وقت خالص. أول حاجة كده حطيت السمنة وحطيت كده شوية زيت ذرة عشان يعززوا كده الطعم بتاع اللحمة، وأول كده ما يبتدي يسخن هانزل كده بكمية بصل. أنا هنا باعصج كيلو لحمة، فعشان كده البصل كتير شوية. حطيت بقى كده البصل وهاقلبه كده لحد أمّا يصفر بقى بالشكل ده كده، هاقلبه. شايفينه اهو لونه ابتدى يصفر، وكده كده البصل لما بيبتدي يصفر كده بتحسيه ان هو خلاص دبل بقى، مش بيبقى بالكمية، ما تفتكروش يعني الكمية تبقى كبيرة. وبعد كده بقى هنزل كده باللحمة المفرومة، هحط كده انزلها على مرتين. حطيت كده اللي هو الجزء اهو، وهقلبه كده بالشكل ده علشان تغير كده لونها. وبعد كده هنزل بالجزء التاني، شايفينه اهو. هقلبها كده بقى كلها مع البصل لحد كده اما يتغير لونها كلها كده، وهدي عليها النار خالص. بصوا اهو كده خلاص لونها كله اتغير كده معايا. هحط بقى كده التوابل. هحط كده عندي توابل لحمة، وعندي هنا 7 بهارات، وحطيت كمان فلفل اسمر. واقلب بقى كده كل اللحمة كده بالتوابل، وبرضو النار هتبقى هادية. وعندي بقى فلفل اخضر كده هحطه اهو بالشكل ده كده، هحطه على الوش مش هقلبه وهو هيدبل. هحطه على الوش كده، واحط كده الطماطم برضو احطها على الوش مش هقلبها. وهنا خلاص بقى بعد كده 5 دقايق كده، بصوا الفلفل دبل والطماطم. هحط بقى كده اخر حاجة الملح عشان ارفعها من على النار، هديها كده دقيقتين وارفعها بقى كده من على النار. جاهزة بقى لأي حشو، هتعملي جلاش، هتعملي بشاميل، هتعملي اي حاجة. هتبقى حلوة جدا. انا هنا كنت عاملة صينية جلاش، وبصوا بقى شكلها كده بعد ما اتعصجت، وبصراحة ريحتها كمان حلوة جدا وما بتاخدش معاكي وقت خالص. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، ومتنسونيش في اللايك والشير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.